يا إخوة، أنا أشهد لله أن لله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون. أحيانا تبقى قاعد كده وتشتهي أن ترى النبي في المنام صلى الله عليه وسلم، وتفاجئ إن واحد جاي أنت بتبص له إنه من العوام، يقول لك أنا رأيت النبي أمس في المنام ورأيت كيت وكيت، وتبص له كده وتتحسر على نفسك. أنا قلت لكم القصة الجميلة دي قبل كده. رحنا المدينة فلقيني رجل في الحملة اللي احنا رايحين نحج فيها، حليق ومربي شنب وكده، واول ما قابلني راجل صعيدي من الصعيد الجواني من الناس الطيبين، اخدني بالحضن حضن جامد، خد نص لحيتي في بقه وهو بيبوس. قال انت حبيب قلبي، وانا احلى نفس جوزة وانا بتفرج عليك في التلفزيون. نفس شيشة. تشرب شيشة وتتفرج عليا، يقول لي احلى نفس في الشيشة وانا بتفرج عليك في التلفزيون. ربنا يهديك. وفوجئت انه جايب معاه من مصر الشيشة والمعسل ومعداتهم. جاي حج. والله. فبعد يوم واثنين وثلاثة ودعاء ومداعبة اخذنا منه الشيشة وكسرناها، وتوب الى الله. قال تبت الى الله. مرحلة الثانية بعد يومين ثلاثة كمان، خلاص ما تحلقش لحيتك تاني، تبنا الى الله، مش هحلق لحيتي تاني، خلاص خف التهريج شوية والضحك اللي انت فيه ده، وابدأ التزم بورد في القرآن. ومشى خطوة خطوة وقال لي شوف انا اتيلك، مش هسيبك وراك. وفعلا حجينا مع بعض. وهي عادة ان احنا يوم عرفة بننزل من عرفة مشي لحد مزدلفة، نقعد نبيت في مزدلفة في الشارع كده، ونصبح نمشي بعد شروق الشمس الى منى نرجم الجمرات، وبعد كده نروح نحلق ونلبس ملابسنا وننزل على مكة نطوف ونسعى. هو قال لا 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 لا، سيبك من النظام ده بتاعك، انا عايز اطوف واسعى بلبسي المترب ده بالاحرام. يا عم بنروح نستحمى ونغير الاول ونحلق، لا هنطوف بالاحرام. قلت له ماشي. وفعلا نزلنا من مزدلفة الى منى، رجمنا ونزلنا من الرجمة على طول على مكة بالملابس الاحرام، طفنا وسعينا. بعد ما طفنا وسعينا عم الحاج حنفي خلصنا سعي، والواحد ساعتها بقى بيبقى خلاص ايه، قد قضى يعني كل جهده، عايز اقعد في الارض ارتاح، ارقد، انام، استحمى، اغير الهدوم اللي بقى لها 3 ايام دي من يوم 8. قال لي انا نفسي اصلي ركعتين في حجر اسماعيل. يا عم الحاج احنا تعبانين والدنيا زحمة، خلينا نروح نستحمى وبكرة نبقى نتصرف في الموضوع ده. قال لي لا والله لا نصلي، طلاق 3 لا احنا مصليين. فاخدته فعلا وصارعنا الزحام لحد ما دخلنا الى حجر اسماعيل وبنصلي ركعتين، واذا بالرجل في السجدة الاخيرة وهو ساجد بملابس الاحرام بعد صلاة ركعتين في السجدة الاخيرة يموت وهو ساجد. والله بقدر فرحتي للرجل انا شعر راسي بيشيل الان، كان حزني على نفسي. فعلا رفعت راسي في السماء كده، قلت يا رب طب انا اللي اموت الموتة دي، انا اللي نفسي فيها. رجل التزم 15 يوم من 1 ل 11، 10 ايام، من 1 ذي الحجة ل 11 ذي الحجة. سبحان الله العظيم. لذلك زي ما بقول لك كده، ولله في اهل طاعته ومعصيته اسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون.
اوعى تبص لحد كده بعين الاحتقار. مين ده؟ انت عندك علم ايه؟ انت تعرف إيه؟ قد يكون خير عند الله منه. انا بقول لك اشهد الراجل ده افضل مني واحسن مني واقرب الى الله مني، وفي درجة دلوقتي على ان ارجو ذلك، ارجو لله، نحسبه كذلك والله حسيبه، ان يموت وهو محرم بعد ان وقف بعرفة وهو ساجد في حجر اسماعيل، يعني جوه الكعبة. سبحان الله، سبحان الله العظيم.